احتماليه خساره هذه المباراه. فرنسا راه ماشي شي منتخب اللي واو. المباراه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي بقات لا الا سويعات قليله وتبدا، وكنا منتظرين ان شاء الله انه تكون نتيجه مرضيه لجميع المغاربه، وان شاء الله كنتمنوا الفوز. دابا واحد شويه نزلات الندوه ديال مدرب المنتخب المغربي وهبي، واللي قال فيها بالحرف بانه اللاعب السيباري ما غيكونش في التشكيله الرسميه اللي غتلعب امام المنتخب الفرنسي. وكاينه اخبار كتبين على انه احتماليه خساره هذه المباراه، كانه كيف ما روجوا لها في بعض لي باج وبعض الصفحات الالكترونيه بانه كاين علاقات ما بين فرنسا وما بين المغرب، وحاولت ان تدخل ما هو سياسي ما معاه هو كروي. نريد الاخوان انه غير نبين لكم واحد الحاجه واللي هي بسيطه، فانه المنتخب المغربي ولا اللاعب ديال المنتخب المغربي شفناهم بزاف ديال البلايص وشفناهم بزاف ديال المواقف ما عندهم حتى علاقه بما هو سياسي، ولانه كيلعبوا غير كره، وانه اللي كيطمحوا ليه وحتى من الكلام ديال المدرب كيبين انه المنتخب المغربي بغى انه يفوز بهذه النسخه وبانه يديها، وبانه ان شاء الله نشرفوا بلادنا من القدام. وحتى بلادنا العزيزه والمنتخب المغربي ديالنا على ما اظن انه احنا ما عندناش الاخوان التخويض اللي كيكون في شي دول اخرى ما كاينش في المغرب. باش تكونوا منطقيين، المغرب ما عندوش هادشي. المغرب عنده اي قطاع ما كيتدخلش في شي قطاع اخر، ما هو دبلوماسي ما كيدخلش في ما هو كروي. وانا الكلام اللي كنقول وانا شاهد عليه وانا على حق، وانا انسان كنطالع على ما هو سياسي وما هو دبلوماسي بعض المرات في الانترنت، وكنشوف علاقاتنا في المغرب كيفاش كتمشي. الناس اللي عندنا في المغرب اللي عنده شي قطاع واللي عنده شي دومين كيتكلف به نيشان، يعني الدبلوماسيه الاخوان ما نحاولوش ندخلوها في ما هو كروي وما هو علاقته بالماتشات وما هو علاقته بتظاهرات كبرى بحال هذه. ما تخليوش الذباب الالكتروني يدير فينا ما بغى. دابا حاليا الناس اللي كاينه في السوشيال ميديا كتعاني من ضغط، كاين الناس كتقول يا ربي متى يدوز الماتش. مالنا على هذا الشيء، عادي ماتش كيدوز كيف ما الماتشات الاخرين. اخوان كونوا ايجابيين. واحد شو المنتخب المغربي ديالنا حنا طايقين فيه، التشكيله ديالنا حنا عارفين شنو فيها، المدرب ديالنا حنا عارفين شنو عنده. ما نحاولوش نخلقوا روسنا بشي حوايج. انا لاول مره في حياتي غنوقف في شي فيديو، هذا الفيديو وقفت فيه لانه طلبت من الجلسه. شكرا منطقيين اخوان. شوف كونوا ايجابيين، نتمنوا المنتخبنا ديالنا ان شاء الله يحقق شي نتيجه تكون مرضيه، ماشي كباقي المنتخبات. راكم عارفين على ما بغيت ندويها باش نبدا نكثر الهضره. نتبعوا الماتش ديالنا، هذوك اللاعبين اللي لعبوا ماتش زوين لعبوا ماتش لينا حنا زوين، ولا خسروا راه وصلونا لحد النيفو في واحد الوقت ما كناش كنحلموا به، وكاين دول ما عمرها ما حلمت به. تكون عندنا الفكره هذه، خاصك حاجه اللي خاصك تدخل لعقلك، كون ايجابي لا مع راسك ولا في المحيط ديالك. عادي دي كتبقى كره، ربحنا داكشي اللي بغينا، خسرنا عادي شنو غيطرا. من بعد كاس افريقيا وصلنا للفينال وما ديناش، ولكن دينا اللقب من وراه لانه حنا تظلمنا والعالم كله شاف. وحتى دابا لك التبسيط ربي اننا ناخذوا كاس العالم بهذا التشكيل اللي داخل به دابا المدرب، ان شاء الله نكتبوا الناس على ربي. انسان يكون ايجابي مع عقله، لاش غنبدا ولا وراه يمكن والعلاقات ولا حكا دبلوماسيه وما شنو غيطرا ولفت ولا عندي. لا، نحيدوا عنا هاد الافكار كلها، نفكروا ان نسيبورتيو بلادنا، نشجعوا المنتخب المغربي ديالنا 90 دقيقه كامله، وحنا كلنا ثقه في هذاك المدرب وفي هذوك اللعابه انهم ان شاء الله غيحرزوا على داك اللقب الا كتب الله. فرنسا راه ماشي شي منتخب اللي واو. ان شاء الله انا حاس ومتاكد انا السكور غيكون ان شاء الله 2-1. السكور ديال المنتخب المغربي ان شاء الله اليوم غيكون 2-1، وهذه القضيه ريكورديوها عندكم وخليوها. وما تنساوش انكم ديروا جيم وتسبسكرايبيو هذا الفيديو باش يوصلكم ديما الجديد، وتعاونوا مع هاد لاشين ديال ترند فيصل باش توصل. واي موضوع دير ترند ودير ضجه، حنا كنناقشوه بطريقتنا وكيف بغينا. حنا لسنا بمحللين ولا حنا فقهاء في الدومين، وانما غير كنجتهدوا وكنجيبوا المعلومه وكنفصلوها ونشرحوها كيف ما بغينا. وتحياتي لكم.